السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض اللانشون بيتي نضيف، آمن، اللي هو مش هخاف على ولادي منه. يعني احنا بنشوف المشاكل اللي بتحصل والامراض اللي بنسمع عنها اليومين دول، فده كل ده يخلينا ان احنا نفكر نعمل حاجات في البيت. يعني يا ريت يكون عندنا اكتفاء ذاتي، نعمل حاجتنا في البيت. احنا عملنا مع بعض الهمبرجر، عملنا مع بعض البوفتيك، عملنا مع بعض الكفتة، عملنا حاجات كتير قوي مع بعض، اللي هي تغنينا عن الحاجات الجاهزة اللي من بره. تمام، يلا نشوف مع بعض عشان ما نأخرش. اقرب الكاميرا بس شوية كده. تمام كده. اول حاجة هنا معايا 5 بيضات. تمام، هحطهم في الكبة كده، وهنحط عليهم 8 مكعبات من او مثلثات من الجبنه النستون. تمام، اي نوع، يعني ما اشترطش نوع معين، اي نوع. ونص كوبايه من الزيت، زيت ذره، زيت عباد، المهم يكون زيت نظيف، يعني نوع كويس. تمام، عندي هنا علشان انا اسفه الكاميرا اتهزت. علشان القوام بتاع اللانشون يربط معانا ويبقى تقيل، هنحط هنا كوباية من الدقيق. هي المفروض كوباية وربع، يعني كوباية وادي الربع. تمام، وكمان هنحط معلقتين من النشا، معلقتين كبار كده. احنا هنعمل حاجة زي بره واحسن كمان ان شاء الله. عندي هنا معلقة بابريكا، ودي معلقة كبيرة من الثوم البودر، ومعلقة من البصل البودر. وعندي هنا معلقة من بهارات اللحمة، معلقة كبيرة كده من بهارات اللحمة. تمام كده. مرقة فورية، نحط 2 من المرقة. تمام، وهنحط نقطتين 3 من اللون الأحمر، اللون الطعام المصرح بيه، اللي هو يعني الصحي. تمام، هنشوف لو احتاجت تاني ممكن نحط نقطة. تمام كده. يبقى احنا حطينا مع بعض 5 بيضات، علبة جبنة مثلثات 8 قطع، حطينا كوباية وربع من الدقيق، معلقتين كبار من النشا، حطينا معلقة من البابريكا، معلقة توم باودر، معلقة بصل باودر، معلقة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، بهارات لحمة، وحطينا 2 مرقة فورية. تمام،
وكوباية الزيت، نص كوباية الزيت. نضربهم كويس كده في الكبة. بسم الله. ليه كده؟ شايفين كده؟ احنا خلصنا دلوقتي ضربها. شايفين القوام الكريمي ده؟ هو ده القوام اللي احنا عايزينه. تمام. عايزه اقول لكم ان ريحتها ريحه اللانشون بالظبط، بالظبط اللي هو اللي بنجيبه من بره يعني. تمام. انا هنا ما عنديش حاجه شكل اسطواني كده، فجبت القالب بتاع الكيك ده، حطيت فيه كيس الحراري. تمام. وهنصب الخليط جواه. انا هعمل اللانشون ده بالفلفل الاسود. تمام. انا عايزه اوريكم بس اللي هو ايه. ايوه. بسم الله. تمام كده. شايفين كده؟ هرمي بقى فيه ايه؟ حبيبات الفلفل الاسود الحب. اللانشون بالفلفل الاسود ده بيبقى حلو قوي يعني، انا عن نفسي بحبه جدا. وانتي براحتك، عايزه تحطي زيتون تمام. هنحط بقى الخليط عليه. هي بس للاسف القالب بتاع الكيك كبير على الخليط اللي احنا عاملينه، فمش هيبقى عالي قوي. والصلاة خير من النوم، والله فعلا. انا بشتغل والفجر بيأذن، مضطرة والله بصراحة، لان عندي الجيران هنا الله يسهل لهم يا رب ويساعدهم. يعني دوشة فظيعة فظيعة، فما بقدرش اعمل اسجل فيديوهات في النهار، فبضطر ان انا اعمل اللي انا بعمله ده بالليل. اعمل شغلي بالليل عشان اضمن ان ما يبقاش فيه اصوات. والله وساعات بيطلع لي كمان اصوات الكلاب في الشوارع، يعني زي ما يكون مؤامرة، انتوا منتهضيني. بس انا يعني ان شاء الله هعزل من الشقة دي قريب. انا اروح مكان هادي شوية. بحاول انزل اللي في الكبة كويس، يعني بحاول املى القالب بتاعي على قد ما اقدر، لان القالب صغير خالص عن الخليط. تمام. اهو، مش لسه بقول اهو. اسهر الليل علشان اخلص من زيطة الجيران وولاد الجيران، يطلع لي الكلاب في الليل. سهيلة طبعا تضحك على الكلام. تمام كده. خلاص يا حبيبتي، خلاص.
انا هحاول اقص الكيس الزياده ده طبعا عشان ما نفضلش نلفلف كده فيه. اهم حاجه يعني ما نخليش يدخل له هوا، تمام، على قد ما نقدر يعني. هنغطيه هنا بورق كويس. كده زي ما احنا شايفين بالشكل ده. وهيكون عندي، تعالوا كده، يعني حاجة كده مقاس الحاجة اللي انا عاملة فيها تكون مليانة، يعني حاطينها مية سخنة بتغلي وعلى البوتاجاز، ونحط دي فيها كده، تمام، وايه، ونسيبها حوالي ساعة، تمام. احنا حطيناها على البوتاجاز كده ساعة ونرجع نشوف مع بعض ان شاء الله تطلع حلوة، وربنا يحسن ما بين ايدينا وتعجبكم. واخيرا خلصنا اللانشون من على النار بعد ما يعني فاتت ساعة عليه وهو على النار. انا بعد كده اخدته حطيته في التلاجة لحد ما برد شوية. تعالوا كده نشوف. بس هو للأسف يعني ايه، كان محتاج حاجة كده يعني زي الاسطوانة كده علشان نعرف يعني نخليه يبقى مدور كده وزي اللي بنجيبه من بره. يعني انا ما عنديش، لكن انتوا ممكن تستعملوا علبة لبن اللي هي الصاج دي، مثلا علبة سمنة اللي هي الكيلو. شوفوا شايفين، بصوا، مش عايزه اقول لكم ريحته جميله، طعمه حلو جدا جدا، ما تفرقوش عن اللانشون بتاع بره والله العظيم. اهو، بس هو كان محتاج حاجه تطلعه يعني زي الاسطوانه كده، يبقى احلى، يعني حتى في التقطيع هيبقى احلى. طعمه جميل جدا. مش فاهمه ليه ممكن الحاجه نعملها في البيت واحنا مطمنين ونروح نشتريها من بره. يعني في حاجات بصراحه لما ابتديت اعملها في البيت، لا انا ما بطلت اشتريها من بره. يعني مش عارفه ليه الناس دايما بتحب الحاجه بتاعت بره. طب ما تعملوا الحاجه في البيت، هتبقى احسن وامن وانضف، وتاكليها وانت مطمنه، مش هتبقى قلقانه على اولادك ولا اي حاجه. انت ما تعرفيش الحاجات دي بتتعمل بره ازاي، يعني في المصانع احنا ما بنشوفهاش. ولما بيتصادف وينزل فيديو لحاجه زي ما كان شفنا قبل كده الفيديو بتاع البرجر،
اللي هو يعني خلاص المفروض انا شفت حاجه زي كده، لا يبقى اركنها كده على جنب، ما اجيبهاش من بره، واجيب طرق بقى اللي تخليني اعملها في البيت لو انا بحبها واولادي بيحبوها. طيب عشان ما اطولش عليكم، آه انتوا انا لو تلاحظوا وانا بعمل اللانشون انا ما حطيتش ملح عشان انا حاطه 2 مرقه فوريه، 2 مرقه فوريه انا حطاهم، علشان كده ما حطيتش ملح علشان ما يبقاش حادق. فهو بصراحه كده يعني حلو جدا. انت عايزه تزودي سنه ملح براحتك، تمام. آه كمان لو حطيتيه في حاجه علبه زي ما قلت لك كده برضه هيبقى طلع شكله احسن واجمل. بالكيس الحراري كده وتحطي فيه، وتحطي في العلبه دي وتغطيها كويس بالفويل، تحطيها على النار على ميه بتغلي، في ميه بتغلي كده، بس ما تبقاش الميه يعني اللي هي طالعه لحد اللي هو يعني مش يعني كده، يعني الميه ما تبقاش مغطيه كده، لا. بصوا انتوا حاطين شايفين، بص دي الميه اللي كانت بتغلي، كانت لحد هنا كده، تمام. يا رب تكون الوصفه عجبتكم، وتقولي رأيكم في التعليقات، ولايك كتير عشان الفيديو يترفع، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.